بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. من الكتابات المكتوبة في المسجد النبوي الشريف: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأيضا: محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالجملة الأولى، ورد حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره شيخ الإسلام أبو نعيم في الحلية وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أنيسا في وحشة القبر واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة. الله أكبر. يعني طبعا هذا الحديث كما ذكرت رواه غير واحد، ومن العلماء من ضعفوه. وتعرفون قاعدة العلماء في الفضائل والرغائب وفضائل الأعمال، يتساهلون ويتسامحون في ذلك. فعلى فرض ثبوت الحديث وصحته جميل أن تجعلوه ضمن أورادكم لنيل أمدادكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومن ذلك كلماتك إلهي نجيم كل ضيق جاه المصطفى مولى الجميع، وهب لي في مدينتي قرارا ورزقا ثم دفعا بقيا، وفر لي ولوالدي ولمشايخ المسلمين آمين.